أهلا بكم في أول فيديو من سلسلة ما تربيش وخلاص. سلسلة جديدة هنقدم لكم فيها كل اللي انتم محتاجين تعرفوه عن مشاريع الإنتاج الحيواني وكل حاجة تخص التسمين وإنتاج الألبان. هنكون معاك خطوة بخطوة لو انت خريج جديد أو مستثمر وعايز تبدأ مشروعك أو هتبدأ دورة جديدة. لو انت مربي صغير وحابب تطور من نفسك او حتى صاحب مزرعة، احنا مش بس هنقدم لك معلومات مفيدة، احنا كمان هنكون معاك عشان تكون مربي زي ما الكتاب بيقول. وجايين في السلسلة دي نقول لك ما تربيش وخلاص. معاكم الدكتور حماده عريضه، استشاري تغذيه الحيوان. تعالوا ندخل في الموضوع. الفكره الاولى او الموضوع الاول اللي هنتناوله بالتفصيل، اول حاجه كيفيه انشاء مزرعه وادارتها من الالف للياء واللي هيخلي مشروعك ناجح ومستمر. تاني حاجه نتكلم فيها اهم الاخطاء الشائعه في مجال الانتاج الحيواني واللي بيقع فيها كتير من المربين، هنعرفك ازاي تتجنب الوقوع فيه. ثالث حاجه، انتوا عارفين ان في كل يوم جديد في مجال الانتاج الحيواني، هنناقش مع بعض كل جديد في مجال الانتاج الحيواني اول باول. كمان هنعرفك ازاي تختار الحيوانات وايه هي المصادر الموثوقه اللي تقدر تشتري منها الحيوانات بتاعتك وانت مطمن. هنعرفك الفرق ما بين الحيوانات البلديه والحيوانات الخليطه والمستورده وايه الافضل بالنسبه لك على حسب امكانياتك. كمان هتعرف معانا المواصفات المثاليه لحيوانات التسمين والوزن والعمر المناسب لبدء دوره التسمين اللي هيحقق معاك اعلى معدلات للنمو. هنعرفك الفرق ما بين النمو والتسمين في الحيوانات، وكمان هنتكلم عن كفاءه العلف وازاي تحسب معدل تحويل الحيوانات عندك واهميه الوزن الدوري للحيوانات. كمان هنعرفك ازاي تكون العلف بتاعك بنفسك وتحسب الطاقه والبروتين بتاع العلف بحيث ليك اعلى معدل للربح. دي كانت لمحه سريعه عن الموضوعات اللي هيتم مناقشتها في سلسله ما تربيش وخلاص. او حابب تعرف تفاصيل اكتر عن الموضوعات دي، استنانا بكره مع اول فيديو في السلسله. ما تنساش تتابعنا عشان كل يوم في جديد. اترككم في رعايه الله.